الصلاة الإبراهيمية مفتاح لكل شيء، لاستجابة الدعاء ومفتاح للأعمال الصالحة، ولحسن الأخلاق وللهداية والتوفيق والرزق، والمال والزواج وللأولاد. بس قولوها بيقين، إن الله راح يستجيب لك. احرصوا تكون كل يوم مثلا كل صباح أو كل ليل، أو قبل تنامين أو بعد الصلوات. احرصي تقرأينها مع أذكار الصباح والمساء، ترددين الصلاة الإبراهيمية. أقسم بالله ما أبالغ بحرف وأن هذه قصتي. كل يوم أكثر من الصلاة الإبراهيمية بيقين وتركيز لمدة سنة كاملة وللآن مستمرة. وهذا ما أكرمني الله بفضله، ثم فضل الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية تصنع بركان يعيد للبيت ترتيبه الصحيح. تخلصت من سحر ومس وعين، وكشف الله لي من صديقي ومن عدو ويتظاهر بأنه صديق. وشفى الله ابني من الشلل والله ما أكذب. وعرفني الله على أهله الأوفياء أهل القرآن. وبنيت بيتا رغم أني كنت لا أمتلك سعر الباب الواحد. الصلاة الإبراهيمية نصر وفتح وجبر وقوة، ومن كثر ما تحققت أشياء لم أعد أستطيع الآن أن أتذكرها، والله أنا هذه قصتي، وهذا ما حصل معي. قولوا ما شاء الله وابدأوا من الآن بدون يأس. السلام عليكم. كنت أقرأ قبل فترة عن آخر أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف رحمته بالمؤمنين وحبه لهم وخوفه عليهم، ووعده لنا باللقاء عند الحوض إن شاء الله. تأثرت مرة ولازمت الصلاة على الرسول من كل قلبي. كان هدفي فقط أن تشملني شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. في نفس اليوم تمت خطبتي. أنا عمري بالثلاثينات، ولي فترة طويلة النصيب واقفة تماما، ومن البلاء ما يزول بكثرة الصلاة على النبي. والله العظيم الصلاة الإبراهيمية تحقق المستحيل. مهما كانت الأمور صعبة ومتعقدة تنحل بفضل ربي، وتوكل على الله كل خير. ويا رب يحقق لنا ما نتمنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.